بيبدأ الفيلم بصوت بيقول لنا ان فصل الشتاء مليان حاجات سحرية كتير، ولو في جنية عندها فضول تعرف كل حاجة فالأجنحة بتاعتها هتوصلها لحد هناك. ووقتها بنشوف الجنيات كلها مع بعض، وكل واحدة فيهم بتعمل حاجة، زي وردة اللي بتساعد النباتات، وندى اللي بتلعب في المية، ونسمة اللي بتشيل ورق الشجر، والكل بيكون بيستعد لحاجة معينة. وبيروح تميم وبيدي لتنة تراب أساطير، وبنشوف مشيرة وهي بتنبه على الكل ان البوم الأبيض اللي جاي من أرض الشتاء قرب يوصل، وبتقول لهم أنا مش عاوزة أي غلطة. فأصيل بيقول لبلبل أنا بحب جدا أعمل السلة، فبلبل بيقول له أنا خلاص اتعلمت التريكو. وتنة بتروح لهم وبتبص عليهم وبتقول لهم أنا مش مصدقة إن احنا بنعمل السلة وكل الأدوات اللي هنروح بيها لأرض الشتاء. فأصيل بيسرح بالخيط وبيخيط إيد بلبل معاه، فتنة بتقول لهم يعني انتوا مش نفسكم تروحوا لهناك؟ فالاتنين بيبصوا لها وبيتصدموا وبيقولوا لها احنا مش هنستحمل ساعة واحدة بس في التلج. وأصيل بيقول لها أقولك على سر ما بيني وما بينك، أنا بخاف جدا من الأنهار التلجية اللي موجودة هناك. فبيسمعوا الإشارة لأن البوم الأبيض وصل، ومشيرة بتقول لهم شغلوا البقرة، وبتبدأ كل سلة تتحرك، وبتبدأ كل بومة تاخد السلة بتاعتها لحد ما بيجي دور البوم الجديدة اللي بتفضل تخبط شوية ولكن بتقدر تاخد السلة. ومملكة الشتاء بتبعت لمشيرة انهم محتاجين سلة كمان، بس لازم يخلصوا بكرة 20. فمشيرة بتقول للجنيات يلا بسرعة نرجع للشغل، عندنا طلبية لازم نسلمها بكرة. وهنا تنة ما بتكونش مركزة معاهم، وكل تركيزها في العالم السحري اللي نفسها تروحه. ووقتها فوز بتجري ورا الأرنب ده علشان تمسكه، فبتروح تنة وبتمسكه بالصنار، وفوز بتشكرها وبتقول للأرنب اجهز علشان انت قدامك طريق طويل لغاية الشتاء. فتنة بتقول لها هو انت هتاخدي الحيوانات لأرض الشتاء؟ فبتقول لها اكيد، بس الأرنب ده عنيد شوية. فبتقول لها خلاص يبقى هساعدك. وفعلا تنة بتروح معاها ولكن ما بتعرفش تسيطر على الأرنب، وبيفضل يجري في كل مكان، ومرة واحدة بيقف. فتنة بتقوله انت وقفت ليه؟ فبتبص وبتشوف الناحية التانية للغابة اللي بيكون فيها الطريق لأرض الشتاء، وبيعجبها المنظر جدا، وبتقول لفوز احنا هنوصل الحيوانات دي في انهي مكان، وبتكون منبهرة جدا بجمال الطبيعة. فبتقول لها احنا ما بنعديش الحدود يا تنة، احنا اخرنا هنا. فتنة بتقول لها ليه؟ فبتقول لها ان الجو هناك تلج جدا، وان من زمان ممنوع اي حد يروح هناك او حد منهم يجي لهنا، ولغاية دلوقتي محدش يعرف ليه. وبتبدأ الحيوانات تعدي الجسر، واول ما بتروح لأرض الشتاء بيتغير لونهم للأبيض. فتنة بتقول لفوز انا مش مصدقة اللي انا شايفاه. وبيجي دور الارانب وبيحصل معاهم نفس المنظر، والارنب اللي كان خايف بيعجبه الموضوع وبيفضل يلعب شوية وبعد كده بيعدي. وبيجي دور الحيوان الكبير ولكن بيلاقوه نايم، ففوز بتروح له وبتقوله انت فهمت غلط، البيات الشتوي الناحية التانية، وهو ولا سمعها. فتنة بتستغل ان فوز مشغولة وبتعدي الجسر وبتكون سقعانة جدا، لكن الحاجات اللي بتشوفها بتخليها تنسى كل حاجة، وبتفضل تمشي في الغابة. ولكن مرة واحدة الأجنحة بتاعتها بتنور، وبتفضل سرحانة فيها لحد لما فوز بتشدها بالحبل وبترجعها تاني لأرض الجنيات، وأجنحتها هي كمان بترجع زي الأول. وهنا فوز بتفوقها، بس بتنصدم لما بتلاقي جناح من أجنحة تنة متجمد، فبتاخدها بسرعة على الدكتورة وبتقول لها ان تنة عبرت الحدود. فالدكتورة بتقول لها حالتك مش خطيرة، استني شوية. وهنا أصيل بيروح وبيقول لها انا حالتي خطيرة يا دكتورة. فبتقول له لا انت حالتك مش خطيرة، انت اتصدمت في قوس قزح، استنى شوية وحالتك هتتحسن. وهنا اصحاب تنة بيوصلوا وبيسألوا عليها، فبتقول لهم تقصدوا الجنية اللي عدت الحدود؟ هتلاقوها تاني أوضة على اليمين. فبيروحوا بيقولوا لها انت كويسة؟ فالدكتورة بتسكتهم وبتقول لتنة أجنحتك دلوقتي دافية تقدري تطيري. وفعلا تنة بتقدر تطير وأجنحتها بتخف، فاصحابها بيطمنوا. لكن تنة بتقول للدكتورة طب واللمعان اللي أنا شفته في جناحي؟ فبتقول لها ده بسبب النور اللي اتعكس على الجليد. فالدكتورة بتقول لها خدي الحبايتين دول، ولو تعبتي في أي وقت ارجعيلي. وبتمشي تنة وباقي الجنيات وبيقولوا لها انت محظوظة انك ما حصلكيش حاجة. فبتقول لهم كل ده كويس، بس أنا بجد جناحاتي نورت. فبيقولوا لها طب ما انت سمعتي الدكتورة، ده مجرد التلج عكس النور على جناحاتك. فبتقول لهم مفيش الكلام ده، انا متأكدة انه كان بينور، حتى اسألوا فوز هي كانت معايا. بس فوز بتقول لهم انا ما شفتش حاجة، وبتحس ان اصحابها مش مصدقينها. فبتقول لهم انا حسيت ان في حاجة في ارض الشتاء بتناديني. بيفتكروها اتجننت وبيروحوا ينادوا الدكتورة. فتنة بتروح للمكتبة يمكن تلاقي اي معلومة عن الجناحات اللي بتلمع. بتمسك الكتاب ده وبتقول في حد بياكل الورق، فالكائن ده بيبصلها وبيكمل اكل في الورق. وبتفضل تدور كتير على اي حاجة تساعدها، وبتلاقي كتاب علم الرياح وعلم الضوء لحد ما بتلاقي كتاب علم الأجنحة، وأول ما بتفتحه بيطير منها. وبتفضل وراه لحد ما بتمسكه وبتبدأ تدور فيه لحد ما بتلاقي صفحة بتتكلم عن لمعان الأجنحة. بتفرح جدا وبتقول أنا كنت
كنت عارفة. فبتقلب شوية فبتلاقي الصفحة اللي هي عاوزاها في حد واكلها، وبتبص للدودة فبتبصلها وبتكمل اكل وبتمشي. فبتحاول تنة تقرأ اي حاجة وبيبقى مكتوب فيه ان الجناحات بتلمع لما بيبقى فيه 2 وباقي الكلام بيبقى متاكل. فبتاخد تنة الكتاب وبتروح لصاحب المكتبة وبتقوله تعرف اي حاجة على لمعان الاجنحة؟ فبيقول لها ما لحقتش اعرف لان الدودة كانت واكلة الصفحة دي. بيقول لها بس الامين يعرف. فبتقول له مين الامين ده؟ فبيقول لها هو اللي كتب الكتب دي. فبتقول له هو فين دلوقتي؟ انا عاوزة اقابله ضروري. فبيقول لها ده مستحيل لانه من جنيات الشتاء، فلو عاوزة تقابليه لازم تروحي الارض الشتاء، وده مستحيل لان اجنحتك هتتجمد وهتتكسر. فتنة بتجيلها فكرة وبترجع للبيت وبتفضل تقص وتخيط علشان تعمل لبس شتوي، وبتدخل اجنحتها جوه اللبس وبتاخد الكتاب معاها وبتفضل تتسحب لحد ما بتوصل للمخزن، وبتحاول توصل لواحدة من السلات، ولكن اصيل بيروح لها وبيقول لها انت رايحة فين؟ وكمان ايه اللبس التقيل اللي انت لابساه ده؟ فبتقول لهم انا رايحة الارض الشتاء. فبيتصدموا والبوم الابيض بيوصل. فبتقول لهم انا لازم امشي دلوقتي مفيش وقت، وبتطلع السلة دي وبيروحوا وراها وبيقولوا لها هو الموضوع ليه علاقة باللمعان اللي بيحصل لك؟ فبتقول لهم ايوه في واحد هناك هيقدر يساعدني ويفهمني كل حاجة عن اللمعان اللي بيحصل. وهنا مشيرة بتنادي على بلبل واصيل وبتقول لهم هو في مشكلة في السلة دي؟ فبيترددوا لانهم بيكونوا خايفين على تنة جدا. فبيقولوا لمشيرة احنا بس بنودع السلة دي. وبيجي حظ تنة ان البومة اللي هتاخدها هي البومة المبتدئة. بتفضل تخبط في كل الجنيات ولكن في الاخر بتقدر ترجع لطريقها. ومشيرة بتروح للجنيات وبتقول لهم احنا كده شغلنا خلص والحاجة رايحة لأرض الشتاء. وتنة بتفضل مراقبة الطريق لحد ما بتعدي الجسر وبتروح لأرض الشتاء، وبيفضلوا ماشيين كتير لحد ما بيدخلوا جوا جبل وبيعدوا الناحية التانية اللي بيبقى موجود فيها مملكة الشتاء. وبيجي واحد من الجنيات وبيقول للبومة المبتدئة هتقدري تعمليها، لكن البومة بتخبط في الشجرة وبتوقع السلة اللي فيها تنة على باقي الجنيات. وتنة بتبص عليهم وهم بيعدلوا المكان، ولكن بتلاحظ ان كتاب الأجنحة مش معاها. بتبص على الأرض فبتلاقيه وبتحاول تتسحب علشان تاخده، ولكن وقتها بيجي الملك بتاع مملكة الشتاء. فبترجع تنة بسرعة لمكانها والملك بيقول لهم هو ايه اللي حصل؟ فبيرد عليه واحد من الجنيات وبيقول له اصل البومة المبتدئة عملت هبوط عظيم. فالملك بيقول له طالما الحاجة وصلت بخير يبقى كده كله تمام. تنة بتشوفهم مشغولين فبتحاول تجيب الكتاب ولكن ما بتعرفش. فالكتاب بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك، فبيمسكه وبيقول اكيد في حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيقول لهم رجعوا لي الامين. وتنة بتسمع الاسم وبتعرف ان ده الشخص اللي هي بتدور عليه. فبتفضل ماشية ورا الجنيات لحد ما بتوصل لمكان الامين، وبتستنى لما بيمشوا وبتدخل المكتبة وبتستغرب جدا لما بتشوف كل الكتب عبارة عن تلج، لحد ما بتشوف الامين وجنبه الكتاب بتاعها. وبتدخل واحدة من الجنيات وبتنده على الامين وبتسمعها تنة وهي بتقول ان في حاجة غريبة حصلت امبارح، كنت قريبة من الحدود ومرة واحدة جناحاتي نورت. وهي بتتكلم جناحات تنة بتنور، فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية بتنور هي كمان، والاتنين بيقربوا من بعض وبيكونوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. والامين بيستغرب وبيقول لهم انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. اي نعم انا كتبت عن اللمعان بس انا عمري ما شفته، انتوا الاتنين تعالوا ورايا. وبيقول لهم حطوا رجليكم على قطعة التلج دي، واول ما بيلمسوها هما الاتنين بتبدأ تطير. والامين بيقول لهم حطوا جناحاتكم انتوا الاتنين في اتجاه الضوء، وبينفذوا كلامه. ومرة واحدة بتظهر الساعة اللي في ارض الناس، وبعد كده بنشوف الطفلة وهي بتضحك والضحكة بتاعتها بتنقسم لاتنين وبيتحولوا لزهور، وواحدة بتروح لشجرة تراب الاساطير والتانية الهوا بياخدها لأرض الشتاء. والاتنين اول لما بيلمسوا تراب الاساطير بيتحولوا لجنيات. وتنة بتستغرب وبتقول جنيتين اتولدوا من ضحكة واحدة؟ فالجنية التانية بتقول لها ده معناه ان احنا اخوات. فالامين بيقول لهم ايوه انتوا اخوات وكمان توأم، علشان كده لما بتقربوا من بعض اجنحتكم بتلمع. فهما الاتنين بيحطوا اجنحتهم مع بعض فبيطلع نور شديد جدا وبيبعدوا بسرعة عن بعض. فالامين بيقول لهم اوعوا تعملوا كده تاني لان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وهنا بيبدأوا يتعرفوا على بعض، وتنة بتقول لها انا تنة ورنة، والجنية بتقول لها وانا اسمي فينكا. وبتبص على رجل تنة وبتشوف القطن اللي عليها، فبتقول لها انا كمان عندي زيه بس معمول من التلج. وهنا الملك بيروح للمكتبة وبيفضل ينادي على الامين. فتنة وفينكا بيخافوا جدا، ولكن الامين بيقول لهم خليكم مكانكم وانا هتصرف. فبينزل للملك والملك بيقول له انت استلمت كتاب الاجنحة؟ اصل في موضوع مهم جدا عاوز اقولك عليه. الكتاب اللي لقيته الصبح مخليني افكر في حاجات كتير، مثلا يعني لو في جنية دافية جت هنا هتستحمل التلج ده ازاي؟ فالامين بيقول له ممكن مثلا تلبس جاكيت وكمان تدفي جناحاتها. فالملك بيحذره وبيقول له دي القوانين
القوانين اللي اتعملت علشان محدش يتأذى. الأمين بيحاول يغير رأيه، ولكن الملك بيقوله لو في أي جنية غريبة جت لازم نرجعها في أقرب وقت. فالأمين بيقوله أوامرك، والملك بيشكره وبيسيبه وبيمشي. وبيروح الأمين لتنة وبيقول لها انت سمعتي الملك قال ايه، وانك لازم ترجعي قبل ما يحصل لك حاجة. فتنة بتزعل جدا هي واختها، بس الأمين بيقول لها الملك قال انك لازم ترجعي بس ما قالش امتى. وبيفرحوا جدا، وفينكا بتجري تحضن الأمين وبتقوله شكرا يا درويش. فتنة بتقوله درويش امال ايه بقى الأمين؟ فبيقول لها اصحابي بس هما اللي بيقولوا لي يا درويش. وهنا تنة بتلبس اللبس الشتوي بتاعها وبتودع درويش وبتسيبه وبتمشي. وفينكا بتقول لتنة انا جنية تلج بغطي اي حاجة بالتلج. فتنة بتقول لها وانا كمان من الجنيات التنات، وانا برضو اللي عاملة اللبس ده. وبيبدأوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض، وتنة بتحكي لها عن رحلتها هي وتميم علشان يلاقوا مراية الأمنيات. وكمان بتحكي لها عن زيزي وازاي قدرت تصلح علاقتها مع باباها. وبتسمع فينكا الكلام ده وبتفرح جدا بشجاعة تنة، فبتاخدها وبتوريها الحاجات اللي بتجمعها. فتنة بتقول لها ايه ده، هو انتي بتجمعي حاجات تايهة؟ فبتقول لها احنا هنا بنسميها حاجات ضايعة. وبتاخدها فينكا وبيفضلوا يلعبوا ويتزحلقوا على التلج مع بعض، وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وفينكا بتاخد تنة وبتقول لها دي غابة الشتاء، وبتفضل تعرفها على اصحابها بس من بعيد. بس بتتزحلق تنة وبتنزل لتحت، واصحاب فينكا بيروحوا لها وبيقولوا لهم انتوا اخوات وكمان شبه بعض في كل حاجة ما عدا اللبس والشعر. فالجنية دي بتقول لها انت مش واخدة بالك من حاجة، ان دي جنية دافية وموجودة في ارض الشتاء. فبتقول لها عندك حق، عارفة ده معناه ايه؟ فبتقول لها لا. فبتقول لها ده معناه ان احنا هنوريها مملكة الشتاء كلها. وبياخدوا تنة وبيفضلوا يلعبوا على التلج وبيعملوا العربيات دي وبيكملوا لعب بيها. بيجي الليل وبنشوفهم قاعدين في بيت فينكا وبيبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر، لحد ما تنة بتسألها ايه اكتر حشرة بتحبيها. فبتقول لها هنا مفيش حشرات لان الجو ساقع عليهم جدا، بس انا قرأت شوية عن الفراشات وحبيتهم جدا. وبتقول لتنة وصفي لي مملكة الجنيات عاملة ازاي. فبتقول لها المكان هناك دافي والالوان في كل مكان، ده غير ان هناك في انهار عكس هنا. فبتقول لها انا نفسي اروح هناك جدا. فتنة بتبص على النار اللي مدفياها وبتقول لفينكا انا خليت المكان هنا دافي، وممكن كمان اخلي ارض التنات متلجة شوية. فبتقول لها انت فعلا تقدري تعملي كده؟ يعني يا تنة هتعرفيني على اصحابك وكمان هتخليني اشوف الفراشات؟ فبتقول لها طبعا. ومرة واحدة النار اللي مولعاها بتسيح التلج والاتنين بيقعوا من فوق الجبل. وفجأة بيجي الامين بالقط بتاعه وبينقذهم على اخر لحظة، وبيقول لتنة انت كويسة؟ فبتقول له اه انا كويسة. فبيقول لها الملك كان عنده حق، انت هنا مش في امان، علشان كده لازم نرجعك تاني. فالاتنين بيبصوا لبعض وبيكونوا في منتهى الحزن، والامين بياخدهم وبيروحوا للحدود. وبيقول لتنة جه الوقت انك ترجعي. فبتودع اختها لانهم مش هيتقابلوا تاني. فالامين بيعيط وبيقول لهم انا ما اقدرش اشوف الوداع ده، وبيبص الناحية التانية. فتنة بتقول لفينكا هقابلك هنا بكرة. فبتقول لها انا كنت فاكرة اني مش هشوفك تاني. فبتقول لها يعني اليوم اللي اعرف ان ليا اخت فيه اودعها وما اشوفهاش تاني. وبتبدأ تعرفها الخطة هتمشي ازاي. وبتروح تنة لبيت اصيل وبلبل وبتخبط عليهم، ولكن بيرموا عليها شبكة. واصيل بيروح لها وبيقول لها احنا كنا فاكرينك واحد من الاقزام. فتنة بتقول لهم انا محتاجاكوا تساعدوني بس محدش هيعرف حاجة. وبيروحوا للورشة وتنة وبلبل بيبدأوا يعملوا حاجات معينة. ومرة واحدة بيدخل عليهم اصيل ومعاه كل اصحاب تنة، وبيقول لها انا ما قلتش لحد ما عدا ندى وفوز ووردة ومنيرة ونسمة. فبتقول له كتر خيرك يا اصيل. وبتقول للجنيات انا عندي اخت واتولدنا من نفس الضحكة. فاصيل بيقول لها عرفيهم السر اللي ما بيننا. فبتقول للجنيات اختي اسمها فينكا بس هي من جنية الشتاء، علشان كده بصنع الآلة دي علشان تقدر تيجي لهنا، وبعدها هنروح للملكة. فالجنيات بتقول لها احنا هنساعدك في اي حاجة انت عايزاها. بس نسمة بتقول لها فكري في الموضوع شوية، يعني انت هتروحي للملكة وهتقولي لها دي اختي اللي انا هربتها من الحدود. فتنة بتقول لها لما الملكة تعرف ان دي اختي اكيد هتفهم الموضوع. فالجنيات بتقول لها طب يلا بينا نبدأ الشغل. وبتفضل الجنيات كلها تشتغل طول الليل. وتاني يوم تنة بتقابل اختها على الحدود وبتقول لها جبت اللي انا قلتلك عليه. فبتنادي فينكا اصحابها اللي بيجيبوا مكعب تلج كبير، وبتروح تنة تنادي اصحابها اللي بيجيبوا الآلة اللي اخترعوها. وبتقول واحدة من اصحاب فينكا احنا لسه مش متأكدين الآلة دي هتشتغل ولا لا. فبلبل واصيل بيقولوا لها ما تخافوش احنا اللي عاملينها. فبتقول لهم ما هو ده اللي مخوفنا. وبيبدأوا يشغلوا الآلة وبيسحبوا لوحة تلج، فالآلة بتطلع تلج صغير. وفينكا بتقول لهم انتوا فعلا نجحتوا. وبتروح تحت التلج اللي بينزل من الآلة وبتقول لهم مفيش فرق اكني في ارض الشتاء. واصيل بيقول لها احنا هنبدأ رحلتنا في ارض الخريف، وبعدها هنعدي على ارض الربيع، وفي الاخر هنروح لشجرة تراب الاساطير وهناك هتقابلي الملك. وتنة بتقول لها الملكة حكيمة جدا واول
اول ما تعرف ان احنا اخوات هتغير القوانين اللي حطها ملك ارض الشتاء. وفينكا واصحابها بيفرحوا جدا وبيبدأوا يتحركوا، ووقتها بنشوف البومة بتاعة الملك وهي بتراقبهم من بعيد. وبنرجع لفينكا اللي بتكون مبسوطة جدا من الحاجات اللي بتشوفها، وبالذات لما بتشوف النهر والضفادع اللي فيه. وهنا اصحاب تنة بيفضلوا واقفين من بعيد مستنيين الاشارة، وتنة بتديهم الاشارة فبتروح وردة تفتح النباتات، ومنيرة بتجري بترسم قوس قزح، وندى بتخلي المية تطير فوق فينكا، وفوز بتخلي الفراشات كلها تطير حواليها. وفينكا بتكون في منتهى السعادة بكل الحاجات الجميلة اللي بتشوفها، وبتفرح جدا لما بتحقق حلمها وبتشوف الفراشات. واصحاب تنة بيروحوا لها، وتنة بتقول لاختها اصحابي عملوا كل ده علشان يفاجئوكي. ووردة بتروح لها وبتقول لها اهلا بيكي على الارض، انا اسمي وردة. فنسمة بتقول لها دي جنية تلج مش كائن فضائي. فبتقول لهم فينكا انا مبسوطة جدا اني قابلتكم. فالجنيات بتقول لها انت فعلا شبه تنة. وبتروح وردة وبتقول لها خدي الزهرة دي، وكمان اسمها فينكا. فبتتأثر جدا وبتقول لها انا هحافظ عليها جدا، وبتحولها لكورة من التلج. والجنيات كلها بيعجبها اللي عملته. وبنلاحظ ان فينكا بدأت تتعب ومرة واحدة بتقع في الارض، وبتقول لتنة انا ما بقتش حاسة بجناحاتي. واصيل بيقول لهم التلج قرب يخلص. فتنة بتقول لها احنا لازم نرجعك تاني، وبيربطوا جناحاتها وبياخدوها جري علشان يوصلوا للحدود. والتلج بيكون خلاص قرب يخلص، بس بيقدروا يوصلوا في اخر لحظة. والملك بيوصل هو والبومة بتاعته وبيشوف جناحات فينكا. فتنة بتقول له ارجوك ساعدها. فالملك بيقول لفينكا افردي جناحاتك وخلي التلج يلمسهم. وبتسمع كلامه وفعلا جناحاتها بيرجعوا زي الاول. وتنة بتفرح جدا، والملك بيقول لها علشان كده ما ينفعش حد يعدي الحدود. بس فينكا بتقول له احنا كنا هننجح بس كنا محتاجين مكعب اكبر. فبيقول لها وبعد ما يخلص هتعملي ايه؟ انت جناحك كان هيتكسر. فبتقول له بس ده ما حصلش لان كان معايا تنة واصحابها. فبيقول لهم القانون ده علشان يحميكم، ومن النهارده مش هتشوفوا بعض تاني. وبيسيبهم وبيمشي، بس تنة بتوقفه وبتقول له احنا اخوات. فبيلف وبيقول لها ده سبب اكبر علشان تحافظوا على بعض. وبتفضل فينكا تعيط، والجنيات بتقول لتنة يلا علشان نمشي. بس تنة بتقول لهم لا مش همشي، وبتقول انا محدش في الكون ده كله هيقدر يفرقني عن اختي. ووقتها الملكة بتوصل وبتقول لها مش هو اللي حط القانون ده، انا اللي عملت القانون ده علشان محدش يتأذى. فتنة بتزعل جدا لان الملكة كانت اخر امل علشان تغير القانون. وفينكا بتكون ماشية بس بتجري وبتحضن تنة، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن لانهم مش هيشوفوا بعض تاني. والملكة بتبص للملك والملك بيبص لها، وفي حاجة كده احنا مش فاهمينها. وبيركب الملك على البومة بتاعته، وقبل ما بيمشي بيزق الآلة اللي تنة صنعتها في النار. بس الآلة بتتعلق في الشجرة دي، والتلج المتكسر بيجي عليها، والآلة بتبدأ تشتغل بطريقة رهيبة. وهنا بنشوف فينكا وهي قاعدة بتشوف ازاي هي وتنة بقوا اخوات، وبتكون متفقداها جدا. ومرة واحدة بيدخل عليها الملك، ووقتها تنة بتروح للملكة وبتقول لها هي ليه عملت كده. فبتبدأ الملكة هي والملك يحكي لهم السر اللي خلى الجنيات ممنوع تعدي الحدود. والحكاية ان في 2 من الجنيات حبوا بعض، هو كان من جنيات الشتاء وهي كانت من جنيات الدافية، والاتنين حبوا بعض بطريقة محدش يتخيلها. وكانوا كل يوم في وقت الغروب يقابلوا بعض على الحدود، وكل ما حبهم يزيد لبعض كل ما يبقى نفسهم يكملوا العمر مع بعض. لحد ما جه اليوم اللي كسروا القواعد فيه، واحد منهم عدى الحدود بس جناحه اتكسر. فتنة وفينكا بيسألوه ايه اللي حصل للاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض. فبيقولوا لهم ودعوا بعض للأبد. تنة بتزعل جدا لانها مش هتشوف اختها تاني، بس بتلاحظ ان الجو بقى بارد شوية. فكل الجنيات بيجروا ناحية الحدود وبيشوفوا الآلة اللي صنعوها عاملة عاصفة من التلج ومحدش عارف يوقفها. فبتجري كل الجنيات وبتفضل تزق في الآلة لحد ما بيخرجوها، والكل بيفرح. ولكن برضو العاصفة ما بتقفش وبتفضل تكتر في أرض الجنيات. ومساعد الملكة بيقول لهم في خلل حصل في الطبيعة، وبيشوفوا الشجرة بعد ما اتجمدت وهي بتقع في الأرض. فوزير الخريف بيقول للملكة احنا لازم نلحق شجرة تراب الأساطير. فالملكة بتقول لهم احنا لازم نعمل أي حاجة علشان نحميها. فبتبدأ كل الجنيات تستعد وبيخبوا كل الحيوانات وبيوزعوا القماش على كل الجنيات. وتنة بتودي كل الحيوانات الباقية للبيت بتاعها. ووقت ما هي ماشية بتشوف الوردة اللي فينكا جمدتها وبتبدأ تسيح، وبتلاحظ كمان ان الوردة لسه حية. فبتجيلها فكرة، ووقتها شجرة تراب الأساطير اللي موجودة في أرض الشتاء بتبطل تنزل تراب. ودرويش بيقول لهم انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ووقتها تنة بتكون رايحة لهم، وفينكا جناحاتها بتنور فبتعرف ان تنة قريبة منها. بس تنة ما بتستحملش التلج وبتقع في الأرض وبتبص على جناحاتها وبتنصدم. وفينكا بتروح لها وبتقول لها ايه اللي حصل. فبتقول لها أرض الجنيات هتتجمد بسبب الخلل اللي حصل في الطبيعة. فدرويش بيقول لها علشان كده شجرة تراب الأساطير اللي عندنا ما بقتش تشتغل. فتنة بتقول لها التلج بتاعك حافظ على الزهرة. فصاحب
صاحبتها بتقول لهم التلج عامل زي الغطا، بيحافظ على الحرارة من جوه وما بيخليش اي حاجة توصله من بره. فدرويش بيقول لهم انتوا مستنيين ايه، يلا بسرعة. وبيروحوا بسرعة لحد ما بيوصلوا للحدود، وبينصدموا اول لما بيشوفوا غابة الخريف وهي متجمدة، والتلج بيكون بيمشي بسرعة ناحية شجرة تراب الاساطير. فتنة وباقي الجنيات بيكملوا طريقهم، ووقتها القماش اللي كانوا مغطيين بيه شجرة تراب الاساطير الهوا بيطيروا، وبلبل واصيل بيقولوا للملكة الموضوع ده مش هينجح. ووقتها بتوصل تنة وباقي الجنيات، وفينكا بتشرح للملكة هما هيعملوا ايه، وبيبدأوا يجمدوا شجرة تراب الاساطير. بس وقتها الجو بيتلج اكتر على الجنيات، فبيبدأوا يوزعوا اللبس الشتوي عليهم. وجنيات الشتا بتقول لهم الشجرة كبيرة جدا ومش هنلحق نحميها كلها، والكل بيكون في منتهى الحزن. بس مرة واحدة بيجي ملك الشتا وبيجيب معاه كل جنيات الشتا، والملكة بتفرح جدا. وفينكا بتقول للملك احنا لازم نغطي شجرة تراب الاساطير الاول وبعد كده نروح لباقي الفصول. فالملك بيأمر المساعد بتاعه يروح هو وشوية جنيات لفصل الربيع والصيف، والباقي يروح وراه علشان يغطوا الشجرة. وهنا اللبس بتاع وردة بيطير، فالكائن ده بيمسكه وبيقول لها خليكي في مكان دافئ. فبتاخده وردة وبتشكره، وبتبدأ كل الجنيات تغطي باقي الفصول، والباقي بينجحوا ان هم يحموا شجرة تراب الاساطير. والملك بيروح لهم وبيقول لهم العاصفة قربت، لازم تروحوا لمكان دافي. فبيروحوا كلهم يستخبوا في الشجرة، والملكة بتقول للملك هو كل حاجة هتبقى كويسة. فبيقول لها انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. فبيقلع الملك الجاكيت بتاعه وبيلبسه للملكة وبيسيبها وبيمشي. وهنا وهو ماشي بنشوف جناحه مكسور، وبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض زمان هما الملك والملكة، واضطروا انهم يبعدوا عن بعض علشان محدش يأذي التاني. وبتبدأ كل جنيات الشتا يقفوا قدام العاصفة، وفعلا العاصفة بتغطي الشجرة وكل ارض الجنيات. وتنة بتخرج وبتشوف ان الشجرة بطلت تنزل تراب اساطير، والكل بيفقد الامل. بس لما الشمس بتيجي في الشجرة بترجع تاني تنزل تراب، والكل بيفرح وبيكونوا في منتهى السعادة لانهم قدروا يحموا شجرة تراب الاساطير. ووقتها بنشوف شجرة تراب الاساطير اللي في ارض الشتا هي كمان رجعت تشتغل. وفينكا بتقول لتنة يلا علشان نحتفل، بس تنة بتفضل واقفة مكانها وبتروح لها وبتقول لها في ايه يا تنة. فبتقلع تنة الجاكيت وبنكتشف ان جناحها اتكسر. فالكل بيتصدم، وبنعرف ان تنة لما كانت رايحة لارض الشتا وقعت في الارض، وده لان جناحها كان اتكسر. فبتقول لها فينكا انت ليه ما قلتليش في وقتها يا تنة. فتنة بتقول لها احنا كنا لازم ننقذ شجرة تراب الاساطير الاول، ده غير ان مفيش علاج للجناح المكسور. فبتحضنها وبتقول لها حقك عليا يا تنة، والكل بيبقى في منتهى الحزن. بس الملك بيقول لهم كل ده حصل علشان احنا حاولنا نفرق ما بينكم. والملكة بتقول لهم بس مفيش قوانين من النهاردة وهتقدروا تعيشوا مع بعض. لكن الجو بيبدأ يدفى. فتنة بتقول لها انت لازم ترجعي دلوقتي. بس فينكا بتكون خايفة عليها جدا. فتنة بتقول لها ما تقلقيش انا هبقى كويسة، وبكرة هنتقابل عند الحدود. وبيحطوا جناحاتهم مع بعض بالرغم ان درويش حذرهم وان ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وجناحاتهم بتنور، ومرة واحدة جزء من جناح تنة ورنة بيخف، وبيبصوا لبعض وبيحطوا جناحاتهم تاني، ولكن المرة دي بيطلعوا نور كبير جدا، وجناح تنة بيخف بالكامل وبترجع تطير زي الاول. والكل بيفرح جدا وبيبدأوا يحتفلوا. تنة وفينكا بيطيروا وبيشوفوا التلج وهو بيسيح من ارض الجنيات. وبعد مدة من الوقت بيبقى عادي جدا ان الجنيات تروح لارض الشتا لانهم لقوا طريقة يحافظوا على اجنحتهم، وهي ان هم يغطوها بالتلج، وبكده مش هيحصل لهم اي حاجة. واخيرا بيقدر صاحب المكتبة يقابل درويش، وبتقدر فوز تقابل جنيات الحيوانات اللي زيها، والكل بيكون مبسوط جدا. والكائن ده بيروح لوردة وبيقول لها ازيك انا صقيع. فبتقول له انا اسمي وردة. فبيقول لها ده اسم جميل جدا. وتنة وفينكا بيعملوا مفاجأة لكل الجنيات وبيرموا كمية كبيرة من الورد والتلج. وهنا بلبل بيجيب لجنية اسمها نيرة البلوط اللي كان نفسها فيه. والملك اخيرا بيقدر يعيش مع الملكة من غير ما حد يحصل له حاجة. واخيرا تنة واختها بيقدروا يعيشوا مع بعض للابد، والكل بيرتبط وبيكون مبسوط، والكل بيكون في منتهى السعادة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد.